صباح الخير عليكم. يمكن كتير مننا بيدور على نوع من انواع الحاجات اللي تساعد على النوم او المهدئات او الحاجات المضاده للارق، ومن ضمن الادويه دي اللي الناس بتستخدمها وبداوا يستخدموها بشكل كبير اليومين دول حاجه اسمها النايت كالم اقراص. في منه 3 مللي وفي منه 1 مللي. النايت كالم كعلاج مضاد للارق او كبيساعد على النوم هو علاج جميل جدا، ولكن لو استخدمته بطريقه صحيحه او بالطريقه المكتوبه في النشره بتاعته، وطبعا لو استخدمته طبقا لارشادات الدكتور اللي انت متابع معاه مش من نفسك. ولكن اللي لاحظ مؤخرا ان بلاقي ناس بتستخدم الدواء ده بشكل كبير جدا، لدرجه ان في ناس بتجيلي الصيدليه بتاخد بالاربع علب كل 3-4 ايام. ولما سالته بقول له انت بتستخدمه قد ايه او ايه الجرعه بتاعته، قال لي انا ممكن باخد 4 حبايات في المره الواحده عشان يساعدني على النوم. طبعا هو الاول بدا بحبايه، بدا الموضوع يزيد معاه لحد ما وصل ل4 و5 حبايات، والجرعه دي كبيره جدا وبتعمل مشاكل جدا. ومحدش اهتم يقرا النشره الداخليه بتاعت الدواء ده، ومحدش هيهتم يقول لك على اللي فيها. فالنهارده انا جايب النشره الداخليه بتاعت النايت كالم وهقول لك اللي مكتوب فيها، هقول لك اهم النقط اللي مكتوبه فيها ولازم تعرفها. لو معاك العلبه افتح النشره واقرا معايا، انا الكلام ده مش من دماغي، الكلام ده موجود من النشره بتاعت الدواء نفسه. بصوا مكتوب اول سطرين: طبعا يجب قراءه النشره الداخليه جيدا قبل البدء في تناول نايت كالم وعند شراء كل عبوه جديده، حيث انه قد تضاف معلومات جديده، لان النشره دي بالفعل اتغيرت عن قبل كده، كان فيها حاجات مش موجوده. بعد كده لا تغني النشره الداخليه عن استشاره الطبيب لتشخيص حالتك ووصفه للعلاج المناسب لك. ماشي، مش مشكله، دي اول سطرين. اهم نقطه بقى جاي فيها دلوقتي: ما هي اهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول اقراص نايت كالم؟ بص يا سيدي، اول نقطه مكتوب يجب عدم تناول جرعه اكبر من الجرعه الموصى بها. ماشي، ما اختلفناش، طبعا ده معروف بالنسبه لكل الادويه. تاني نقطه: لا يتم تناول نايت كالم الا في حاله البقاء في السرير مده طويله غير قادر على النوم. يعني انت ما تاخدش النايت كالم غير لما هتبقى موجود في السرير وعندك فتره كفايه انك انت ممكن تنام ومش عارف تنام، عشان ما تاخدش النايت كالم مثلا وانت المفروض وراك شغل بعد 2-3 ساعات، دي تبقى مشكله. يجب تناول نايت كالم مباشره عند وقت النوم وليس قبل ذلك، يعني ما تاخدوش قبل النوم ب2-3 ساعات، لا، اول ما تروح على السرير تاخد النايت كالم. بعد تناول هذا الدواء قد تقوم من سريرك وأنت ليس مستيقظا بشكل كامل وتمارس نشاطا ما وأنت لا تدري أنك تمارسه، وفي صباح اليوم التالي قد لا تتذكر أنك فعلت أي شيء أثناء الليل. النقطة دي مهمة جدا. بعد تناول هذا الدواء قد تقوم من سريرك وأنت ليس مستيقظا بشكل كامل وتمارس نشاطا ما وأنت لا تدري أنك تمارسه، في صباح اليوم التالي قد لا تتذكر أنك فعلت أي شيء أثناء الليل. وبعدين لديك فرصة أعلى لعمل هذه الأنشطة إذا تناولت مع هذا الدواء الكحول أو أدوية أخرى تساعد على النوم. يعني أنت لو بتاخد أدوية تاني بتسبب النعاس أو بتساعد على النوم وخدت مع النايت كالم، الفرصة دي هتبقى أعلى عندك. في نقطة تانية مهمة: قد يؤدي تناول نايت كالم إلى حدوث بعض الآثار الجانبية وقد لا تشعر إنها تحدث لك، مثل النوم أثناء النهار. يعني أنت لو أخدت النايت كالم بالليل ممكن تاني يوم الصبح لما تصحى تحس انك عايز تنام او تنام بالفعل ومش فاكر. عدم القدره على التفكير، الشعور بضيق او اضطراب او تشتت، السير وقت النوم او تناول الطعام او الكلام او ممارسه الجنس او قياده السياره اثناء النوم. يعني لو اخدت البرشام ده ممكن تعمل حاجات بشكل كامل قد يعتقد البعض انك انت بتعملها بوعي كامل، ولكنك انت مش هتفتكر اي حاجه من اللي انت عملتها زي الحاجات اللي انا قلتها. الكلام ده يا جماعه مكتوب في النشره. بصوا يا جماعه، كمان من ضمن التحذيرات بيقول لك يجب عدم تناول نايت كالم في حاله تناول كحوليات في المساء او عند النوم. يعني لو تشرب كحوليات، الحمد لله ما حدش فينا بيشرب كحوليات، بس الكحوليات هتزود الموضوع ده بشكل كبير. تناول ادويه اخرى تساعد على النوم، ما ينفعش تاخد الدواء ده مع دواء تاني بيساعد على النوم عشان هيزود الموضوع اللي احنا قلنا عليه. واذا لم يكن متاح لك الحصول على النوم لمده ليله كامله، يعني ما تاخدش الاقراص زي ما انا قلت من شويه وانت قدامك 2-3 ساعات وتصحى وراك شغل او وراك مشوار. لازم تتاكد انك انت هتاخده ومعاك فتره كفايه تنامها. في مربع او مستطيل مكتوب كده فيه تحذير واضح:
نايت كالم مدرج ضمن الادويه الخاضعه للرقابه، وذلك انه من الممكن ان يساء استخدامه او التعامل معه، وذلك مخالف للقانون. يجب استشاره الطبيب في حاله ان كنت ممن يتناولون الكحوليات او مدمني الكحوليات، او حتى ان كنت من يتناولون الادويه المعتاده. يعني ممكن انت بتستخدم ادويه عاديه انت ما تعرفش انها بتسبب النوم مثلا، واخدت معاها النايت كالم، فدي هتعمل مشكله، فلازم ترجع للدكتور الاول او حتى الصيدلي. هنيجي بقى للحته بتاعت الاعراض الجانبيه، تقريبا هي اول حته بس يمكن مضيفين فيها حاجات. ما هي الاعراض الجانبيه التي قد تحدث عن نتيجه تناول اقراص نايت كالم؟ قد تحدث بعض الاعراض الجانبيه وتشمل ممارسه انشطه في حاله عدم الاستيقاظ التام، دي انا قلتها من شويه، دون ادراك تام بهذه الاعمال، سلوك او افكار غير طبيعيه وتشمل اعراض عدوانيه اكثر من المعتاد، ارتباك، اثاره، هلوسه، اكتئاب، افكار او افعال انتحاريه. دي الاعراض الجانبيه بتاعت النايت كالم اللي انت بتاخده على طول. فقدان ذاكره، القلق، الحساسيه الشديده وتشمل اعراض مثل تورم في اللسان او الحلق وصعوبه التنفس والغثيان والقيء. يجب الحصول على المساعده الطبيه الطارئه اذا حدثت اي من هذه الاعراض، وطبعا لازم توقف العلاج. طيب في حاجات تانية بقول لك عليها، لو انت يجب اختيار الطبيب عند ظهور اي من الاعراض او اي اعراض اخرى، اي من هذه الاعراض او الاعراض الاخرى. والاعراض الجانبيه التي قد تحدث من تناول نايت كالم تشمل تغير طعم الفم، جفاف الفم، دوار، دوخه، صداع، اعراض مشابهه لاعراض نزلات البرد. قد يستمر الاحساس بالنعاس الى اليوم التالي، ولذلك يجب توخي الحذر اثناء قياده السياره او القيام باعمال خطيره في اليوم التالي مثل تناول نايت كالم حتى تستعيد نشاطك. طيب طبعا انا عايزك تكمل تتسلى وتقرا باقي الاعراض الجانبيه بتاعه النايت كالم. الفيديو ده مهم جدا، ولازم تعرف اللي فيها قبل ما تاخد العلاج ده، وخصوصا ان اللي بياخد قرص ويبدا مفعول يقل معاه بيبدا يزود الجرعه تدريجيا من غير ما يرجع للطبيب، ودي مشكله كبيره جدا. حاول تلتزم بالجرعه، وحاول لو ظهرت لك عرض او اتنين من الاعراض دي طبعا توقفه فورا. لو تعرف حد بيستخدم العلاج ده حاول تخليه يوقفه او يرجع للدكتور الاول عشان خاطر الاعراض الجانبيه الخطيره، او خليه يقرا النشره او خليه يسمع الفيديو. الفيديو مهم جدا يا جماعه، فانت لو مش بتاخد العلاج اعمل شير عشان غيرك ياخد باله من العلاج ده واعراضه الجانبيه. العلاج بيستخدم تحت اشراف طبي لحالات معينه وبجرعه معينه ولفتره زمنيه معينه، ما ينفعش تستخدمه من نفسك وتزود في جرعه من نفسك، عشان هتواجه مشاكل قد تكون خطيره زي ما انا وضحت في النشره اللي مكتوبه او اللي كاتباها الشركه اللي موجوده في علبه الدواء اللي انت ما قريتهاش واللي محدش هيقول لك عليها. يا رب يكون الفيديو مفيد. ما ننساش يا جماعه لو الفيديو عجبنا نعمل لايك للفيديو ونعمل شير للفيديو عشان غيرنا يستفيد. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي. في الصيدلية مع دكتور بسام أنور هنبسط لك المعلومة. اشترك في القناة.